كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم ميكو تشان. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحرك شخصية الفيديو بتاعتنا ببرنامج سهل جدا. لو انت عندك البي سي مش قوي وامكانياته ضعيفة نوعا ما، فتقدر ان الشخصية تكون تتحرك معاك بسلاسة زي ما ميكو تشان بتتحرك حاليا. وكمان بنبقى محتاجين ان احنا نعمل الكاركتر بتاعتنا كصورة جانبية زي ما هي موجودة في الصفحة حاليا، يعني تبقى على خلفية شفافة على حسب ما احنا بنبحث. يعني انا عايزة مثلا اعمل محتوى وانا ببحث حاليا في جوجل، فانا عايزة ميكو تشان تكون موجودة معايا في الصفحة وانا ماشية. فهنتعلم برضو ازاي نعمل ده باستخدام برنامج في ماجيك ميرور. هنبحث على جوجل عادي على برنامج في ماجيك ميرور، اهو جاي لنا كاختصار. في ماجيك ميرور يفضل احنا نحمله من موقعه الرسمي اللي هو ده، في ماجيك ميرور. ده شكل الموقع، استخدامه سهل بسيط. هنضغط عليه داونلود فري ستاندر اديشن اون بوس، يعني هنروح نحمله من على الموقع الرسمي بتاعه. مين هو الموقع الرسمي؟ لو موقع بوس اللي احنا جبنا من عنده الاستكنات اللي هي بتاعت ال2 دي، هو ده الموقع الرسمي الخاص بشغل الفيتيوبر. فاحنا هنحمله من عليه الموقع الرسمي. نخلي ميكو تشان تيجي في الجنب كده الناحية التانية اهي، فري داونلود اللي موجودة في الجنب الناحية دي اول اختيار. ده هو مساحته تقريبا 123 ميجا، فهو ده المناسب بالنسبة لنا ان احنا نحمله على جهازنا. هو مش تقيل ابدا، هيكون ملف مضغوط بمجرد فك الضغط بتاعه وتختار الخيار بتاع تحميل الابليكيشن اللي هو في شكل اي اكس اي اللي بيبقى في النهاية. ده انت تبقى عارف انت بتعمل اي سيت اب لاي ابليكيشن، فبيكون بالطريقة دي مجانا، مفيش فيه اي حاجة. طيب احنا بنفتح بقى الموقع بتاعنا عادي، يعني خلاص انا حملته اخد وقته وبفتحه عادي. طيب اول حاجه بتظهر لي هي خانه الاعدادات دي بمجرد ما احمله. الاعدادات دي فيها كذا حاجه كده محتاجين ان احنا نتعلمها سوا عشان خاطر شخصيه الفيديو بتاعتك تديك افضل يعني تحرك زي ما انت شايف حاليا. وبالنسبه لحركه البق مع الكلام ورمشه العين وتموج الشعر وسلاسيه الحركه دي، فاحنا محتاجين نعرف بنعمل ايه. اول حاجه عندنا في صفحه الهوم هنا بتضغط على لود فايل اون بي سي. احنا اتعلمنا ان احنا نستخدم برنامج فيرويد اللي هو بتاع الكاركتر بتاعنا ان احنا نعمل بيه الشخصيه. طب تمام، دي حاجه كويسه وتعلمناها كلنا سوا وفهمناها. طيب انت عملت الشخصيه بتاعتك الكاركتر وحفظتها عندك. الملف بيكون في صيغه اف ار ام. اف ار ام اللي هو اللي جبت الكاركتر بتاعتي، فانا شخصيتي مسمياها نانو تشان، وهي دي كاركتر ميكو تشان. طيب فهضغط عليها وهرفعها واضغط اوبن فهتبدا تظهر معايا. دي اول حاجه. خلاص انا رفعت الكاركتر بتاعتي، ما عدتش عايز اي حاجه من الصفحه اللي في الجنب دي. خلاص كده انا كده تمام. هدخل على صفحه ستريمينج. اول حاجه لو انا عايز الصفحه تبقى شفافه، يعني انا عايز ميكو تشان تبقى شفافه كده في الصفحه، فهضغط على ترانسبيرنت ويندوز. طب لو انا عايز يبقى فيها باك جراوند، شوفوا ايه اللي يحصل. ميكو تشان الباك جراوند بتاعتها ظهرت، انا حاطه لها خلفيه كده عاديه وراها. طيب هضغط عليه تاني لان انا عايزاها تبقى شفافه معايا. طيب باك جراوند ايماجين، المفروض بقى ان انا احط باك جراوند، بس احط باك جراوند ده مش هيشتغل الا لو شلت العلامه دي. يعني كده بقى احط باك جراوند لو انت عايز تسجل محتوى بميكو تشان كده او بالشخصيه الفيتيوبر بتاعتك لوحدها كده. طيب خلاص يبقى احنا اتفقنا ان من خلال دي اقدر ان انا اخليها كده، ولو عايزه اضيف باك جراوند ايا كان الشكل بتاعها اقدر ان انا ابحث عنه بكل سهوله. خلاص الخانه دي كده بالنسبه لنا تمام. دي برضو العلامة دي يعني مش هتفرق معاك في حاجة، لو انت عايز تشيلها مفيش مشكلة ابدا، فتقدر تشيلها. الفيس بقى، اول حاجة الليب سنسك، يعني الموسيقى او سوري الصوت هيتسمع منين. فالميكروفون بتاعك بتحدد الميكروفون اللي انت تسمع منه. انا عندي الميكروفون بتاعي اسمه كده، فانا حددته. انا جايبه مايك خارجي متوصل في البي سي وبسجل منه عشان خاطر يبقى عازل للصوت وما يبقاش فيه اي ضوضاء او اي دوشه. ودي حاجه لازم يعني تفكروا فيها. الميكروفون مش غالي، ممكن يكون ب 300 جنيه تقريبا، فدي حاجه هتكون حاجه كويسه. طب لو مش عندك ميكروفون فيفضل بقى انت تجيب اللي هي الهاند فري العادي اللي هي السماعه العاديه وتوصلها بالبي سي بتاعك، بس يكون فيها على الاقل عازل ولو بسيط شويه حتى على الاقل عشان يمشي الامور معاك. طيب بعد كده
اهم حاجه بقى السنسيفيتي بتاعه البق، بتاع حركه البق. انت بامكانك تتحكم في الحركه بتاعه شفايفها زي ما انت عايز. ممكن تخليها خلاص ما عادش تتكلم. شوف كده انا بتكلم وحركه شفايف ميكو تشان ما عادش بتتحرك، يا دوبك دماغها بس اللي ماشي. طيب بص كده معايا مع حركه وانا بتكلم وانا عماله ازود السنسيفيتي، شوف بقها بدا ان هو يتحرك ويمشي معايا اهو، خلاص كده بدا ان هو يتحرك. طيب انا بالنسبه لي وصلت عن طريق التجربه ان 20 هي مناسبه للحركه بتاعتي والاستجابه بتاعتي. 20 زي ما كانت، او معرفتش اجيبها نسيبها زي ما هي، ما لا بأس 21. طيب انا حاسه كده ان هي بتمشي مع الكلام بتاعي واللي انا بقوله بنفس الحركه بتاعه والوقفات وكده، فدي حاجه ترجع لك انت في ضبطها. طيب بعد كده تراك فيس يعني إيه؟ يعني عايز كاميرا عشان خاطر ميكو تشان تبدا تتحرك يعني زي ما انت عايز بنفس الاتجاهات وتبقى سلسه في الحركه. فالكاميرا بالنسبه لك لو انت عندك لابتوب، فاللابتوب فيه كاميرا اوريدي ودي مش هتكون مشكله. طيب لو انا عندي بي سي وعايز كاميرا هعمل ايه؟ هل انا مضطر ان انا اجيب كاميرا ويب اللي تقريبا سعرها بتخطى 2000 وممكن نعدي؟ لا انا مش هجيب كاميرا ويب. يعني هنقول لكم حل المره الجايه باذن الله ان احنا ازاي ان احنا نحرك الشخصيه من غير ما يكون عندنا كاميرا. عموما الكاميرا هي اي في كام، هنتكلم عليها المره الجايه باذن الله. بس للوقت الراهن حتى على الاقل احنا قدرنا نتحكم في جزء من شخصيه الفيديوب بتاعتنا. طيب اللي بعد كده هاي باور مود. لو انت البي سي بتاعك ضعيف يفضل ما انت ما تعملهاش عشان ما يجهدش البي سي بتاعك. طيب بعد كده لوك ات ماوس، خليه يركز اكتر على الماوس. لو انت عايزه يبص عليك انت او ما يبصش على اي حاجه، ودي اللي يفضل فيها، خليه اهم حاجه يبص على الماوس، لان اكتر حاجه احنا بنبقى عايزين ان احنا يعني نهتم بيها في الشخصيه بتاعتنا ان البق بتاعها يبقى بيتكلم بالشكل المناسب. طيب ده كده الفيس، وقلنا الكاميرا هنتكلم بيها المره الجايه. طيب بعد كده الموشن، الحركه. انا عايز ميكو تشان او الشخصيه الفيديوب بتاعتي الايدين بتاعتها تبقى جنب بعضها تحت، يعني مش عايزاها تتحرك، عايزاها تبقى واقفه تحت كده. فلو شلت دي كده ممكن ميكو تشان اهي، شايفين ايديها عملت ايه؟ انا كده ممكن استخدم ايديها ان انا اشاور بيها على حاجه. شخصيه الفيديو بتاعتك تقدر تعمل نفس الشيء. انا كده فكيت ايديها، لو انا عايز ايديها تنزل تاني لتحت اهو نزلت ايديها تاني لتحت. طيب اشيل ايديها، خلاص انا كده عملتها في وضع البرزنتيشن كانها بتشاور على حاجه، لو انا بستخدمها مثلا ان انا اشاور على حاجه في الصفحه وهكذا. طيب enable test motion يعني يحصل حاجتين في نفس الوقت، يعني مثلا تبقى بتهز في دماغها وماشيه في الاتجاه ده وايدها مثلا في الاتجاه التاني وهكذا. لكن انا لو شلت الخيار ده هتلاقي ان ميكو بتبص في اتجاه واحد اللي هو نفس اتجاه ايدي. عموما هي اعدادات انت بتظبطها عن طريق التجريب وتشوف ايه المناسب ليك. انا مناسب ليا ان ميكو تبقى منزله ايديها لتحت، وده كده اللي هي الموشن بتاعتها تبقى في الوش كده بمعنى اصح، او لا بأس بها تبقى بانحناء زي ما تحب. يبقى كده ده الموشن بالنسبه لك. بعد كده الفيو، ميكو ممكن يبقى ليها تجيب زي سبوره كده قدامها وتبدا ان هي تكتب عليها، يعني كأن مثلا محاكاة ان في ايدها لعبة او في ايدها كمبيوتر او هي بتتصفح حاجة. ممكن يبقى في ايدها قلم، ممكن يبقى في ايدها جيم باد. شفت انت الدراع اللي ظهر قدامك ده كأنه لعبة يعني، لكن دي حاجة مش حباها وكذلك مش عايزة دي. الويند اللي هو الهوا اللي هو يعني هتلاقي شعر ميكو تشان كده بيتحرك في الهوا كده بقى افضل في التحرك من الاول، فيفضل انك تعمل خيار ويند ده بيكون لطيف شوية. بعد كده الباقي ده مش مهم. الكاميرا بقى دي الجزء ده مش هتعمل فيه حاجة لانك انت ما عندكش ويب كاميرا اصلا، فاحنا مش هنعمل حاجة في الجزء ده. والجزء ده خلاص برضو مش هنعمل فيه حاجة، وده مش هنعمل فيه حاجة. بس ممكن لو عملنا ده كده ان ميكو بتهز دماغها وكده بتعمل لا الناحية التانية كده بتسقف بايديها، مجرد شوية رياكشنات بس، يعني مش شايفة ان هم ليهم لازمة. عموما يمكن التسقيفة دي كويسة شوية. طيب بعد كده الاكس تراكر ده ملوش لازمه برضو. الاكسسوري لو في اكسسوري عايز تحملها يعني معاك فولدر فيه اكسسوري للشخصيه بتاعتك وعايز تلبسها ليها ممكن تحمله وترفعه من هنا. هانتس لو انت عندك بقى اللي هي بقى في جهاز كده بيتجاب عشان خاطر انك يجيب المحاكاه بتاعت ايديك، يعني انت ايديك انت بتتكلم وبتحرك ايديك في الواقع، فعايز الفيديوب بتاعتك الشخصيه تتحرك زي ما انت بتتحرك كمان ايديك، يعني مش على قد وشي ومش على قد بقي بس، لا
انا عايز ايديا كمان. ففي جهاز كده بتشتريه، ممكن تبقى تسأل عنه في اي حاجة بتاعت الكمبيوتر لو مناسب سعره معاك، بس اعتقد هو غالي. وتبدأ ان انت تحدد بقى الخيار ده ساعتها بقى ايه، عشان لو انت جهازك متوصل بيه بتوصل بنفس الجاك بتاع السماعة عادي، مفيش فيها مشكلة. لو معاك ارفعه، لو مش معاك خلاص. مش محتاجين ايدين الشخصية في حاجة عموما، على قد ما احنا لسه بنحاول نبتدي وكده، فبلاش تعقد نفسك من البداية. يبقى احنا كده خلاص شغلنا اللي كان في الصفحة دي ابسط الاعدادات، ومش هتلاقي يعني شرح بالتفصيل والبساطة دي. في ماجيك ميرور هو افضل برنامج ممكن تستخدمه ليه انك تحرك الكاركتر بتاعتك، وانك يعني حتى لو كان البي سي بتاعك ضعيف فتقدر برضو انك تتعامل معاه. اتمنى لكم جميعا انكم تعملوا الشخصيات بتاعتكم بكل سهوله، ما يبقاش في اي مشكله فيها نهائيا. لو في اي حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات، لو في نقطه معينه مثلا ما فهمتهاش عايزين شرح اوفى بالنسبه لنوع البي سي بتاعك، فممكن تقول لي مثلا لو هو ضعيف مثلا مرضاش يشتغل عنك، نحاول ان احنا نشوف لك طريقه تانية او نسخه تانية من الفي ماجيك ميرور، او نحاول ان احنا نقلل الجوده بتاعه الفيديو بتاعك كده. بالمناسبة في ماجيك ميرور ما بيشتغلش الا بسكنات 3D، يعني شخصية زي ميكو تشان كده، ما ينفعش الشخصيات 2D تترفع على في ماجيك ميرور، بتكون معظمها الشخصيات اللي معمولة على برنامج فيرويد. وبالمناسبة احنا هنطلق خدمة قريبا بالنسبة للناس اللي مش قادرة ان هي تعمل الكاركتر بتاعتها على البي سي بتاعها، فهعمل لهم الكاركتر بتاعتهم تبعا للتعليمات اللي هو عايزينها ولد بنت، عايزين وشها زي، عايزين عينيها لونها ايه، شعرها لونها ايه، ملابسها ايه. هنعمل الخدمه دي ليكم قريبا، وكل واحد يبقى ليه الكاركتر بتاعه ما حدش استخدمها قبل كده، وهسلمه الملف بتاعه يقدر ان هو يستخدمه زي ما هو عايز، وما يتعبش نفسه نهائيا في ان هو يحمل برنامج فيرويد، او انه يروح بقى بي سي قوي او كده. لا، بالمتاح عندك تقدر تستخدم في ماجيك ميرور بالنسبه للناس اللي عندهم بي سي. طيب بالنسبة للناس بقى اللي احنا عندنا موبايل وما معناش الا موبايل، واحنا عايزين نبدأ مجال الفيديو، هنعمل ايه؟ المرة الجاية هنقول لكم هتعملوا ايه بالنسبة للموبايل. وكذلك في الفيديو اللي بعديه برضه، او يمكن هو الفيديو ده اللي يكون اولوية، ازاي اني اجيب كاميرا وانا ما عنديش كاميرا، انا ما عنديش كاميرا ويب وعايز يبقى عندي كاميرا، فازاي اتصرف. هنعرفكم المرة الجاية برضه كذلك حاجة زي دي بكل سهولة جدا. احنا محتاجين موبايلك بس، ومحتاجين البي سي بتاعك بس، عشان البي سي ما فيش فيه كاميرا، فاحنا عايزين نحل المشكلة دي بالموبايل. هنعمل الموبايل كاميرا وهنربطهم ببعض. هقول لكم البرنامج المرة الجاية. جا لو محتاجين اي حاجة في الكومنتات. جا متى، سايونارا.